حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد شاك انه بعدنا عن اطفال زي دي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يقتلني ليلاد وجري. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يشاركها في قتل. وما فيش نتمنى نعيش ما حدش رحمه، في ناس كتير ما حدش. فانا مش هنزل من شقتي لعيالي لما يجي قنوات تصور معايا عشان الناس تعرف حقيقته. يدعى حمادة العجوز وكان بيقيم في قرية تيرة، القرية التابعة لمحافظة الدقهلية. طبعا اهل القرية كلهم كانوا بيقولوا او شهدوا ان كان في خلافات زوجية ما بينهم بدأت تكتر بعد مرور زواجهم ب9 سنوات. يعني فضلوا متجوزين بقالهم 9 سنوات، عندهم 3 بنات. بدأت الخلافات تكبر ما بينهم بعد ال9 سنين. طبعا بعد ال9 سنين الخلافات بدأت لحد ما كبرت ووصلت الزوج ان هو بدأ يشك في مراته ويقول ان هي بتعمل حاجات من وراه. طبعا اخر الخلافات دي رسيت على ان هم اتطلقوا، فضلوا متطلقين وانفصلوا عامين كاملين. وبعد العامين دول بدأ الزوج ان هو اللي يطلب ويقول انا عايز ارجع. طبعا بدأ ان هو يقول انا عايز ارجع مراتي، وبالفعل رجعها. وبعد رجوعها الزوجة ب4 ايام تمت جريمة القتل. طبعا في يوم الحادث بيقول اب القاتل ان ابني اتصل بيا بعد صلاة الفجر بيقول له الحقني مراتي جايبة واحد يقتلني، ولما جيت اجري وراه عشان امسكه مسكت فيا ومنعتني فجبت السكينة ورحت قتلها. طبعا الاب كان في صدمه كبيره جدا، وصراحته المفرطه دي يعني فاجئت الكل. بدا ان هو يبلغ المركز، والاهل القريه كلهم اتجمعوا. ولما حاولوا ان هم يمسكوا بالزوج بدا ان هو يرفع السكينه على بناته ويقول اللي هيجي جنبي هقتلها، انا مش خارج من هنا الا لما تيجي، ويطلب القنوات المصريه ان هي تيجي وتصور معاه ويعرفوا قصته وايه حكايته. طبعا هو بيقول ان ده الدافع اللي هو خلاها ان هو يقتلها، ان هي كان جايبه حد يقتله يعني. ولكن الناس كتير بتقول ان هو عنده نوع من المرض النفسي اللي خلاه ان هو يعمل كده. طبعا الحقيقه ما نعرفش الحقيقه فين، ولكن فعلا لو عنده نوع من المرض النفسي اكيد هيتعرض على دكاتره نفسيين وهم اللي هيحددوا اذا كان بيعاني من مرض نفسي ولا لا. طبعا موضوع مؤسف جدا 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 ومتعب جدا، جريمة بشعة جدا. كنت دايما بسمع ان واحد يقتل صاحبه وبنت تقتل صاحبتها بدافع الغيرة، بقى واحد يقتل حد بدافع مثلا ان هو بيشرب، بدافع ان هو يسرق، لكن زوج يقتل مراته دي يعني حاجة بشعة بشعة في قمة البشاعة. مش بس كده، وكمان ان هو يقوم بفصل رأسها. طبعا ناس كتير ومقاطع كتير على السوشيال ميديا بدأ ان هي تتكلم في الموضوع وبيقول ان هو قام بتصوير سيلفي جنب الجثمان، ولكن الحقيقة ان هو ما كانش اللي كانت جنبه متغطيه بملايه بيضه دي مش مراته، ولكن دي كان واحده بنت او من بناته كانت نايمه. لكن هو قتل مراته في غرفه الزوجيه عادي، ولكن قام بالتصوير الفيديو في غرفه الاطفال. يعني انا هجيب لكم الفيديو واعرض لكم الفيديو اللي هو قام بتصوير. طبعا قصص كتير اللي بتحصل وجرائم القتل دي لازم نتعلم منها حاجات كتير قوي، ان احنا ما نتسرعش في اي حاجه ان احنا نعملها. طبعا انا بتكلم تسرع الناس اللي هي في ناس بتبقى عقلها في دماغها وبتبقى واعيه وعارفه هي بتعمل ايه كويس، بالرغم من ده بتقتل. غير مثلا اللي بيشرب مخدرات ما بيبقاش في وعيه، اللي عنده مرض نوع نفسي ما بيبقاش دريان بالدنيا، ولكن بيبقى فيه اشخاص عارفه هي بتعمل ايه كويس وبتقتل. دافع الغيره، دافع الانتقام من شيء، دافع السرقه، ايا كان نوع القتل. ولكن دايما نتعود ان احنا ما نتسرعش في القرارات بتاعتنا. ويعني ربنا يهدينا كلنا. الفتره دي حصلت كذا جريمه وكذا حادثه، والسبب ان هو بيبقى شيء غريب جدا وراها. انت ذات نفسك بتقف قدام نفسك كده انت مش عارف حاجه، يعني انت مش عارف ايه اللي حصل ده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد شاك انه بعدنا عن اطفال زي دي. حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يقتلني ليلاد وجري. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يشاركها في قتل النهارده وعايز يبعدنا عن عيالي. حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما هسيب حق عيالي، والله ما هسيب حق عيالي. يا جماعة يا أهل الخير، أنا مش هنزل من فوق من شقتي بعيالي إلا لما يجي حد من القنوات يصور معايا ويعرف قضيتي ويعرف إيه اللي وصلني لكده ويعرف أنا في الوضع ده ليه. كل ده من أجل 3 بنات نفسي أكون معاهم في الدنيا. 3 بنات بتمنى أن أكون معاهم في الدنيا، سواء أنا حلو أو وحش أو فيا أو مفيش.
بتمنى إن أعيش معاهم. محدش رحمني، في ناس كتير ما رحمتنيش. فأنا مش هنزل من شقتي بعيالي إلا لما يجي قنوات تصور معايا عشان الناس تعرف حقيقتي